مولاي المهدي ولي عهد أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. أنت يا جرير، هل أصابك السمم والعمى؟ ما الأمر؟ مولاك المهدي يختار الجارية التي تصاحبه غدا في رحلة الصيد. انهضي. ومن قال إنني أرغب في هذه الصحبة؟ كيف تجرؤين على هذا القول يا عديمة الحياء والأدب؟ إنما أتحدث عن مشاعري، ولك أن ترغمني كيفما تشاء. سوف أضعك شهرا كاملا في غرفة منفردة لا تذوقين فيها غير الخبز والملح. اذهبي. بل انتظري، ما اسمك يا جارية؟ الخيزران. لماذا لا تحبين مصاحبتي في رحلة الصيد؟ لا أحب أن أكون كالطير الذي تتسلى به ثم تطلق عليه سهامك. لكني أصيد الغزال ولا أصيد الطير. لا يختلف السهم القاتل عندما يصيب الطير أو الغزال. وما هذه الصحف التي كانت في يدك؟ كنت أقرأ شعرا لامرئ القيس. أتحبين الشعر؟ الخيال فيه يأخذني بعيدا عن الأسر الذي أعانيه. تلبسين أجمل الثياب وتأكلين أطيب الطعام وتسمين هذا أسرا؟ لو عرفت الأسر لأدركت ما أعني. مولاي، هذه الجارية سيئة الأدب، لا تضع وقتك في الحديث إليها. انتظر يا يعقوب، هل تحسنين الغناء يا خيزران؟ أغني لنفسي ولا أغني لأحد. لو كان صوتك جميلا جاءتك العطايا. الغناء أنفاس لا أبيعها. ما هكذا يكون الحديث لمولاي ولي العهد. والله لأضربنك بالصوت وأجعلن غناءك عويلا وصراخا. كفر عن يمينك يا يعقوب ولا تمسها بسوء. هذه الجارية سوف تصحبني في رحلة الصيد. كيف أنت يا جارية؟ مولاي يقصدني؟ أقصد من غيرك. اسمي الخيزران. وما لي باسمك، إنما أنت جارية. تمنيت لو سمعت اسمي يخرج من فم مولاي، فذلك يملأ قلبي بالسعادة والسرور. كم تحسنين الخروج من المأزق عندما تقعين فيه. كيف كان الصيد يا مولاي؟
هو غزال واحد أصابه سهمي. الغزلان تركت المكان وفرت عندما جئت إليه. لو أحسنت معاملتها لأقبلت عليك وتمسكت بك. وكيف أحسن معاملتها؟ بأن تمنع عنها سهامك القاتلة. ماذا عندك نتسلى به حتى ينتهوا من الشواء؟ إن شاء مولاي سألني مرة وسألته مرة. أتقدرين على إجابة كل ما أسأل عنه؟ أحسبني قادرة. الغرور يملأك، ولكني سأسألك سؤالا لو أجبته أعطيتك 1000 دينار. اسأل. قطعة من الأرض طلعت عليها الشمس مرة واحدة فقط، وما طلعت عليها قبلها ولا بعدها. هي بقعة من البحر الذي ضربه موسى بعصاه فانفلق حتى خرج عليه السلام مع بني إسرائيل، ثم عاد الماء مرة أخرى. كيف عرفت ذلك؟ دفعتني 1000 دينار كي أعمل عقلي. جاء دوري أسألك. يقول سبحانه وتعالى: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فأين تكون النار؟ تكون النار لا أعرف. أجيبك ب1000 دينار أخرى. لك ما تطلبين. أرأيت إذا جاء النهار أين يكون الليل؟ وإذا جاء الليل أين يكون النهار؟ الجنة والنار موجودتان معا كما يوجد الليل والنهار. هيا جاء دورك للسؤال. لا، كفانا أسئلة حتى لا أبدد مالي. ألا تعرفين شيئا من الطرائف؟ أعرف. طفيلي مر بقوم وهم يأكلون فخافوا أن يشاركهم الطعام، فلما سألهم ماذا تأكلون أجابوه: نأكل سما، حتى يبعدوه عنهم، فأسرع يأكل معهم وهو يقول: الحياة بعدكم حرام. جميل. هل تعرفين من الطرائف غير ذلك؟ أعرف الكثير من نوادر البخلاء. اسمعيني يا أخي زهر. لا أعرف كيف مر الوقت. كان يوما رائعا، وإن لم يكن فيه صيد كثير. الصيد ليس بالكثرة يا مولاي، وإنما بالنوع. ماذا تقصدين؟ سهامك هذه المرة أصابت صيدا ثمينا دخلت إلى قلبه. كم أنت بارعة ورائعة يا خيسرة. وأنت أروع يا مولاي. أما آن لك يا مهدي أن تكف عما أنت فيه وتزن الأمور بشيء من الحكمة والعقل. ما فعلت يا أبي شيئا يغضب الله. يغضب الله إسرافك في المال. هذا الشاعر المؤمل ابن أميل تعطيه 20,000 درهم. لو سمعت قصيدته يا أبي لأعجبت به. إنه يمدحك ويمدحني بشعر لم أسمع نظيره قط. جئت به وأسمعني قصيدته، ورأيت أن 4,000 درهم تكفيه، فاستعدت الزائد منه وأعدته لبيت المال. استعدت الزائد؟ لقد أوقعتني يا أبي في الحرج. الحرج يا مهدي أن نضع أموال المسلمين في غير موضعها. ولكنك يا أبي تغدق المال بغير حساب.
لقد جئت بصاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد الحسن إلى بغداد، وأعطيت لكل واحد منهما دارا يقيم فيها، وأجريت عليهما النفقة الوفيرة. وسأحضر العلماء من مختلف الأقطار ليشاركوني مسؤولية الحكم. تطلب حضورهم للإقامة في بغداد؟ وددت لو يكون ذلك، فالعلماء ينتفع الناس بعلمهم، وهم أولى بالرعاية والاهتمام، فهم الجسر الذي يصلنا بمحبة الناس. ما كان هذا رأيك عندما تركت والي المدينة ينزل الأذى بمالك إمام دار الهجرة؟ كان ملكنا في أوله يحتاج إلى شيء من الرهبة والعنف حتى تستقر الأحوال، ولكن الظروف تغيرت، والآن يجب علينا أن نصلح ما أفسده العنف. لقد كتبت لك أسماء الذين أخذنا أموالهم، وعندما تؤول إليك الخلافة تردها إليهم. لا كان هذا اليوم يا أبي. يا ولدي، هذا الملك صائر إليك، ولعلك تعلم كم واجهت وعانيت لتكون لك ولاية العهد. حفظك الله يا أبي وأطال عمرك. يا مهدي، أريدك ألا تسرف في اللهو والعبث، وألا يأخذك الصيد أو تشغلك الجواري عن أمور الحكم. إن أباك لم ينم منذ أن تولى الخلافة، وما غمضت عيناه إلا وقلبه مستيقظ. أعدك يا أبي بما تطلب. أريدك يا ولدي أن تبدأ عهدا جديدا تعالج أمور الناس بالرفق، وتأخذ نفسك بالتقوى. أفعل يا أبي، وإن شئت جعلتني أميرا للحج هذا العام أخرج بالناس. كان هذا في حسابي، خرج لإمارة الحج بنفسي، فمن يدري، ربما كان هذا آخر عمل ألقى به الله. أما كفانا اليوم. بل اكتب يا محمد بن الحسن، فالخليفة المنصور يستعجل الانتهاء من تسجيل فقه أبي حنيفة. اكتب: يرى الإمام أبو حنيفة أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، ونحن نوافقه، ونضيف إلى ما قال شرط موافقة الحاكم. فمن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الحاكم فليست له. نحن نسجل رأي أبي حنيفة، وليس لنا أن نبدله بالحذف أو الإضافة. بل لابد أن نضع رأينا بجانب رأيه. هو يرى أن من أحيا أرضا مواتا فهي له دون قيد أو شرط. موافقة الحاكم ضرورية قبل أن تؤول ملكية الأرض لمن أحياها. كيف؟ أرأيت لو أن الرجلين أراد اختيار موقع واحد لإحيائه وتنازعا في ذلك، فأيهما أحق؟ مسألة أخرى: أرأيت لو أن رجلا أراد أن يحيي أرضا مواتا بجوار فناء لجاره مما يتسبب في إيذائه، فمن يوقف هذا الضرر ويمنعه؟ ولكن لم يكن الإمام أبو حنيفة يعرف ذلك عندما قرر أن ملكية الأرض لمن يحييها دون قيد أو شرط؟ أغلب الظن أنه فات عليه ذلك، وفات علي كذلك أن أذكره بموافقة الحاكم كشرط لملكية الأرض، ولو أنني فعلت ما أظنه كان يعترض على رأيي. أخاف أن يخرج ما نكتبه عن فقه الإمام أبي حنيفة
وهي الأمانة التي أوكلت إلينا. يا محمد، نحن نسجل رأيه ونقدم سنده، ولا بأس بعد ذلك من التعقيب برأينا فيما نوافق عليه أو نختلف عليه. من بين المسائل التي أختلف معه فيها رأيه في الإجماع، فهو يراه في اتفاق الصحابة جميعا بغير خلاف. ذلك قوله بالفعل. وأنا أرى أن في ذلك تضييقا للإجماع، فلا بأس من وجود الإجماع إذا أجمع الناس جميعا على أمر واحد، حتى إن اختلف فيه الصحابة فالإجماع اللاحق ينسخ الخلاف السابق. عندما نصل إلى هذا الجانب من فقه الإمام لا بأس من تسجيل رأيك هذا. أخاف أن يخرج ما نكتبه عن رأي شيخي. يا ابن الحسن، نحن لا نقول بشيء يختلف معه، لقد كنا أنا وأنت أقرب تلاميذه إليه، وما عندنا من فكر ورأي تلقيناه عنه، ولن يخرج الفرع عن الأصل وإن ابتعد عنه. الليث بن سعد فقيه أهل مصر. السلام على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل بالجلوس. بارك الله فيك يا أمير المؤمنين. أول ما أرسلت في طلبي أسرعت بالحضور إليك. حسبتك أكبر مما أنت عليه. أرجو ألا تكون السن هي معيار التقدير عند أمير المؤمنين. سنك تضعك بين الشباب، وعلمك يرفعك إلى مقام الشيوخ. استغفر الله يا أمير المؤمنين. كيف حال مصر وأهلها؟ وكيف حال الوالي معهم؟ مصر بخير يا أمير المؤمنين، أما والي مصر فأنت أعرف به مني. أسألك رأيك فيه. يقسو ولا يرحم، يظلم ولا يعدل، ولا ينصف أهل الذمة من الأقباط. هذا ما جاءني عنه، ولهذا رأيت أن أعزله عن الولاية، وسألت عن أجدر الناس بها فنصحوني بك. أنا يا أمير المؤمنين أكون واليا على مصر؟ وما يمنع ذلك؟ أما عرفت يا أمير المؤمنين أني من الموالي ولست عربي الأصل؟ كانت تلك التفرقة زمان بني أمية، لا أعاد الله أيامهم. أما نحن العباسيين فنأخذ بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. عليه الصلاة والسلام. وأنت كما علمت من أهل العلم والتقوى، وأولى الناس بالولاية. يا أمير المؤمنين، أنا أضعف من ذلك. ما بك ضعف، وإنما ضعفت نيتك عن خدمة الناس. إنما أتعلم وأعلم لخدمتهم يا أمير المؤمنين. اختر من شئت واليا لمصر، وسأكون بعون الله تبارك وتعالى عونا له بالرأي والمشورة. إذا كان هذا ما تريد فلست أجبرك على ما تكره. بارك الله فيك. أريد أن أسألك كذلك عن قاضي مصر عياش بن سعيد، كيف حاله؟ استقامته ونزاهته فوق الشبهات، ولكني سمعت أن أحكامه تختلف في المسألة الواحدة. عياش كما تعرف يا أمير المؤمنين كان يعتنق مذهب العراقيين، ثم عدل عنه إلى مذهب الحجازيين، وهذا الاختلاف هو الذي جعل أحكامه مختلفة، وذلك تبعا للمذهب الذي يأخذ به. ولكن هذا يناقض العدل الذي يقوم على المساواة في الأحكام. إنما يحكم القاضي بالمذهب الذي يأخذ به. ألا يمكن أن يكون هناك مذهب واحد تستند إليه الأحكام في مختلف الأقطار؟ الاختلاف وارد يا أمير المؤمنين. يقول تعالى في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أعرف أن الاتفاق صعب، لم لا يكون التقارب بين المذاهب بدلا من التنافر؟ ذلك ما يدور في خلدي يا أمير المؤمنين، ولكني لا أعرف كيف يكون. يكون بالرأي الوسط بين المذاهب السائدة.
لقد حاولت مع مدرسة الرأي بالعراق ووجهت إلى ذلك أبا يوسف ومحمدا الحسن، وسأحاول ذلك مع مدرسة الحديث بالحجاز في رحلتي القادمة إلى الحج إن شاء الله. عن أبي غطفان بن طريف عن مروان بن الحكم عن عمر بن الخطاب قال فيما أخذه عن صاحب هذا المقام: يا إمام مالك، يا إمام مالك، كيف تجرؤ على مقاطعتي وأنا أتحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يا إمام مالك، وصل أمير المؤمنين المنصور إلى المدينة وهو يطلبك الآن للحضور إليه. أقول أحاديث رسول الله وتقول أبا جعفر المنصور؟ هل أصابك الجنون؟ ما قلت ما يغضبك إلى هذا الحد. ترفع صوتك في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لا أغضب؟ أما جاءك قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم؟ لكن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام انتقل إلى رحاب الله وما عاد معنا. حرمته ميتا كحرمته حيا. إنما أردت أن أحمل إليك رسالة أمير المؤمنين. لا تحمل شيئا ولا تفعل شيئا حتى أنتهي من الدرس. اجلس بأدب أو انتظر بالخارج. عن أبي غطفان بن طريف عن مروان بن الحكم عن عمر بن الخطاب قال فيما أخذه عن صاحب هذا المقام: من وهب هبة لصلة الرحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرضى عنها. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت شرفت المدينة، جئت شرفت المدينة يا أمير المؤمنين. بالله عليك لا تردد هذه العبارة، فما أحب أن أسمعها تقال لي. والله أقولها صدقا لا نفاقا ولا رياء. هذه العبارة تغنوا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء مهاجرا إلى المدينة، قالوا: جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ولكنك يا أمير المؤمنين من نسل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتبقى هذه العبارة لرسول الله وحده عليه الصلاة والسلام. الرأي ما تراه يا أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فليدخل الإمام مالك بن أنس. أين الإمام مالك؟ ما جاء بعد. هل طلبته؟ نعم، واستعجلته في الحضور إليك. لا بأس في الانتظار بعض الوقت. يا أمير المؤمنين، مالك وأمثاله يتدللون ويتعالون، إنهم يحسون بحاجتنا إليهم. لو أسقطناهم من حسابنا لأدركوا مكانهم وعرفوا قدرهم. ما أحسنت النصيحة يا ربيع. ما الذي يبقى للخلفاء إذا أسقطوا من حسابهم العلماء؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبلغ أمير المؤمنين بقدومه. إمام دار الهجرة يستأذن بالدخول. فليدخل. يجيئنا في الوقت الذي يختاره هو وليس في الموعد الذي نحدده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا إمام مالك. ما الذي أخرك في الحضور لأمير المؤمنين؟ أنهيت الدرس في المسجد النبوي ثم أبدلت ملابسي وحضرت. يبدو أن دبتك عجفاء
لا تكاد تسير. لا أركب دابة، ولكنني أسير على قدمي. إني لا أستحي أن أطأ أرضا مشى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بحافر دابة. بارك الله فيك يا إمام دار الهجرة. أتدري لما أرسلت إليك؟ لأعتذر لك عما فعله والي المدينة السابق عندما أوقع بك العقاب. غفر الله له، أخذني بغير ذنب، ولا يزال أثر ذلك في كتفي. تعرف أن أمير المؤمنين عزل هذا الوالي وهو ابن عمه، وقد أراد عقابه لولا أنك عفوت عنه. عفوت عنه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أمير المؤمنين. قل لي يا إمام حاجتك حتى أقضيها لك. حاجتي أن تهتم بأحوال المسلمين وتحرص على ما ينفعهم، فلا تغفل عن رعيتك. أتظنني لا أعرف حال رعيتي ولا أسعى لصلاحها؟ أليس يحدث في بيتك أنت أن يبكي أطفالك من الجوع فتدير الرحى حتى لا يسمع الجيران صراخهم؟ كيف عرفت ذلك يا أمير المؤمنين؟ لقد أمرت لك ب1000 دينار ولعلك لا تردها. لا أردها. العلماء لهم نصيب في بيت المال حتى لا يشغلهم السعي في الرزق عن طلب العلم. ألا تحمد لأمير المؤمنين عطيته؟ هو أجر وليس عطية. الجنود الذين يحرسون ثغور المسلمين يأخذون رواتبهم من بيت المال، وكذلك ينبغي أن يأخذ العلماء الذين يحرسون حدود الله ويدافعون عنها. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ما رأيك يا إمام مالك في الانتقال إلى بغداد؟ أريد أن أعهد إليك بتعليم ولدي المهدي، وسيكون لك كل ما تطلب. العلم لا يذهب إلى الناس، ولكن الناس يأتون إليه. بغداد عاصمة الخلافة، وهي ملتقى أهل العلم والرأي. لا أحب أن أترك المدينة، وقد جاءها رسول الله عليه الصلاة والسلام. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ما دمت تصر على البقاء في المدينة فعليك ألا تبخل بعلمك على المسلمين في مختلف الأقطار. كل ما أعلمه وأعمله لخدمة الإسلام والمسلمين في كافة الأقطار. لكن الأحكام تختلف في الدماء والزواج والأموال، فما يستحل في بلد يحرم في بلد آخر. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تفرقوا في الأمصار اختلفوا في الفروع، وكل عند نفسه مصيب. أليس من الأوفق أن نجمع المسلمين على فقه واحد يكون مصدرا لآرائهم وأساسا لأحكامهم؟ ذلك أوفق، ولكن كيف يكون ذلك؟ أريدك يا أبا عبد الله أن تضع لنا كتابا جامعا تتجنب فيه شدائد عبد الله بن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود، وعليك بأواسط الأمور وما اجتمع عليه الصحابة. هذا ما أنقطع له هذه الأيام. أؤلف كتابا أسميه الموطأ. ائتني به أول ما تفرغ منه لأنشره على الناس وألزم القضاة والعلماء الأخذ به. أهل العراق لا يرضون علمنا. السيف والصوت يجبرانهم على الأخذ بعلم أهل الحجاز. أهل الحجاز أنفسهم لا يتفقون على علم واحد، فمكة لها قول قد يختلف عن قول المدينة. كلهم يأخذ بما في كتابك رغما عنه. علم المدينة هو الأقرب إلى السنة. عفوا يا أمير المؤمنين، لا أرى ما تراه. ألست واثقا من صواب رأيك؟ ولكن الصواب ليس ملكا لي وحدي،
فربما وصل إلى غيري حديث أو رواية لم تصلني. ليس بوسعي أن أتحمل تبعات رأي واحد يأخذ به المسلمون في مختلف الأقطار. انتهينا من أمر سمباز والثورة الراوندية. هل بقي شيء يا يعقوب؟ رسول من الشام يطلب لقاءك يا مولاي. ما عدت قادرا على استقبال أحد. كفاني مسائل الحكم طوال اليوم. متى يعود أبي من الحجاز ليتولى الأمر؟ لا بأس أن ينتظر الرسول حتى الصباح، وتأخذ الليلة قسطا من الراحة والترفيه عن النفس. ما أثقل أعباء الخلافة والحكم. عجبت لأبي وعمي أبي العباس، كيف يطلبان الخلافة ويتصارعان عليها؟ الخلافة فيها المر وفيها الحلو. أتيك بما يذهب عنك السأم والضجر. ما قولك في إسحاق الموصلي يغنيك بعض ألحانه؟ إسحاق الموصلي يغني؟ ساعة وساعة، هكذا تقوى على تحمل الأعباء. دعنا من إسحاق ائتني بالخيزران. الجارية؟ أجل. الرأي ما تراه. أنت مساء يا مولاي. ماذا عندك اليوم يا خيزران؟ إن شئت ذكرت لك أخبار مروان بن الحكم وكيف وصل إلى الخلافة. لا أريد السياسة والحكم، كفاني ما لقيت منها طوال النهار. أليس عندك شيء من حكايات الحب؟ أتحب أن تسمع شيئا عن قيس وأشعاره في لبنى؟ هات ما عندك. لم يكن قيس يعرف لبنى ولا سمع بها، ولكنه مر بخيام أبيها واستسقى الماء، فخرجت له، فوقع حبها في قلبه من أول نظرة، وقال في ذلك: تعانق روحي روحها قبل خلقنا، ومن بعد ما كنا صغيرين في المهد. الله. تعانق روحي روحها قبل خلقنا، ومن بعد ما كنا صغيرين في المهد. هذا شعر جميل يصلح للغناء. ثم قال فيها بعد ذلك: ما رأيك يا خيزران لو تغنين لي هذا البيت من الشعر؟ مولاي يعرف أنني لا أغني لأحد. ولكنك جاريتي، تفعلين ما آمر به. لا يغني العصفور لصاحبه في القفص، ربما يغني لو أطلقه على الشجر. كأنك تريدين أن أعتقك حتى تغني لي. وددت لو أكون جاريتك بالحب وليس بالرق. لا تحاولي إرغامي على ما لا أريد. كذلك مولاي لا يرغمني على ما لا أريد. كل النساء يتمنين رضائي وأنت تتعالين علي. عفوا يا مولاي. ستغنين لي رغما عنك، وإلا سيكون لي معك شأن آخر. لا أفعل ما لا أقدر عليه. أنت جارية سيئة الأدب. يعقوب، يا يعقوب. أمر مولاي. لا أريد هذه الجارية. خذها في الصباح إلى السوق تبيعها. أفعل يا مولاي، أفعل. لا تبالغ في ثمنها حتى لا تعود بها. لن أعود بها يا مولاي. هذه الجارية
كادت تفسد علينا كل جوار القصر. هيا يا جارية، هيا. حان الآن وقت السمر يا مولاي. كيف رتبت الليل؟ الشاعر مروان بن أبي حفصة سوف يبدأ بقصيدة جديدة، ثم يعقبه الغناء والرقص. لا أجد ميلا للشعر والغناء. ما رأيك لو جئتني بالخيزران تروي لي بعض الحكايات؟ الخيزران؟ أجل، كنت ضيق الصدر ليلة سامرتها، انفعلت عليها وأسأت إليها وما كانت تستحق. هاتها يا يعقوب. لقد أمرتني يا مولاي أن أبيع الخيزران وبعتها. كيف تبيعها؟ إنما أمرت بذلك لأرهبها وأخيفها. حسبتك يا مولاي تعني ما قلت. أنت تحمل لها البغض والكراهية ووجدت الفرصة للتخلص منها. أردت يا مولاي. لمن بعتها؟ لرجل في السوق اسمه عباس بن محمد، دفع فيها 200 دينار. ولو دفع 1000، اذهب إليه في الغد ورد ما دفع واستعد الخيزران لتكون عندي في الغد بأسرع وقت. لا أتأخر عما يطلب مولاي ولي العهد، ولكن الجارية لم تعد ملكي. بعتها؟ بل أعتقتها. تشتريها لتعتقها؟ ذلك وفاء لنذر نذرته. عهدت الله لأن رزقني بالولد أعتقت جارية من الجواري التي أبيعها، فلما أعطاني ما تمنيت أعتقت تلك الجارية. مولاي يصر على طلبها. أين ذهب؟ إنها تتردد على داري لتعلم بناتي وتقص لهن القصص والنوادر. كم هي ذكية وودودة. أول ما تجيئك لا تتركها. مولاي مصر على استعادتها. لا أملك احتجازها، فقد أصبحت حرة أو عبدة سوف تعيدوها لنا وتأخذ ما دفعت، بل وزيادة. أريد الخيزران، أريد الخيزران ولا أريد غيرها. لا أعرف السر في تعلق مولاي بهذه الجارية. لدينا من هن أجمل منها وأرق حديثا. أنت الذي أضعتها وعليك أن تجيئني بها. ربما أزهدها لو عادت، ولكني لا أقبل أن تضيع مني رغما عني. لو عادت يا مولاي فستكون امرأة حرة، لا يحل لك مجالستها. بل هي ملكي، بعتها جارية وأستردها جارية. أخاف أن يكون في ذلك ما يغضب الله. وما أدراك أنت بما يغضب الله وما يرضيه؟ إن شئت نستفتي العلماء في ذلك. إنما بعتها جارية وأردت أن أستردها بحالتها، ألا يحل ذلك؟ أخشى ألا يكون في ذلك من حق مولاي، والأمر لك على كل حال. من تظنه العالم الذي يفتي في أمر كهذا؟ لا أريد واحدا من الذين يتعصبون ويتشددون ولا يعرفون من الدين غير التحريم. إن شئت جئتك بأبي يوسف، فهو تلميذ أبي حنيفة النعمان وخليفته في الإفتاء، وهو أميل إلى التيسير. ليس من اللائق أن نجيء به، ولكن الأنسب أن نذهب إليه نطمئن عليه ونسأله عما نحب أن نسأل عنه. أليس كذلك؟ هذه الجارية اعتقها صاحبها بعد أن صارت في ملكه، فلا يجوز لك أو له أن يتراجع عن العتق. إنما بعتها جارية وأستردها جارية. لا أخفيك سرا يا أبا يوسف، مولاي شديد التعلق بها، لا يرتضي غيرها لمجالستي ومؤانستي. لا تقوم أحكام الشريعة على الهوى، إنما نستخرجها من الكتاب والسنة. أنا من مخرج يا أبا يوسف. كان شيخك أبو حنيفة يجد الحلول الشرعية للمشكلات الصعبة. المخرج موجود والحل ميسور، ما دام ولي العهد متعلقا بها فلماذا لا يتزوجها؟ أتزوج جارية؟ هب أنك لم تبعها ولم تزد جاريتك،
لما لا تأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الرسول.